ليه في شركة العميل بيرجع لها ويثق فيها ويدفع أكتر ويرشحها لغيره كمان، وشركة تانية تفضل طول عمرها بتجري ورا العميل؟ الفرق غالبا ما بيكونش في جودة المنتج ولا حتى في حجم رأس المال، الفرق الحقيقي هنا بيكون في طريقة التفكير. النهاردة مش هنتكلم عن ازاي تبيع أكتر، هنتكلم عن ازاي الشركات الناجحة بتفكر أصلا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب البيزنس. النهاردة هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة، هنشوف مع بعض طرق تفكير الشركات الناجحة، وهل هي بتركز على البيع ولا بتركز على حاجات تانية. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب، ويلا بينا. أكبر مشكلة بنشوفها إن أغلب أصحاب المشاريع بيتعلموا البيع قبل ما يتعلموا التفكير. فيتعلم إزاي يعمل إعلان كويس لكن مش فاهم أصلا هو بيبيع لمين، يتعلم إزاي يقفل الديل مع العميل لكن ما يفهمش أصلا ليه العميل اشترى. وده الفرق بين مشروع بيبيع وشركة بتبني ماركت بوزيشن لنفسها. الشركة الناجحة مش بتبيع المنتج، لا، بتبيع النتيجة اللي ورا المنتج. خليني أحكي لكم عن عيادتين في نفس المنطقة تقريبا ونفس الفئة السعرية ونفس نوع الخدمة، لكن واحدة منهم كان عليها الناس بالطوابير والتانية بتحارب عشان تدخل عميل واحد. العيادة الأولى عاملة إعلان وكاتبة فيه أحدث أجهزة ليزر، أفضل خامات، أطباء متخصصين، وتكنولوجيا حديثة. كل الكلام ده منطقي، لكن المشكلة هنا العميل ما كانش مهتم بالكلام ده كله. تعالى مع بعض نشوف العيادة التانية كانت كاتبة إيه في الإعلان بتاعها. كاتبة تخلصي من آثار الحبوب قبل فرحك ب60 يوم بس. والمفاجأة في العيادة التانية الحجوزات انفجرت. وهنا لازم نقف، هل العيادة التانية أفضل؟ هل الأطباء أفضل في حاجة معينة؟ هل الأجهزة أقوى ولا إيه المشكلة؟ هي بس فهمت إزاي العميل بتاعها بيفكر. العيادة الأولى عاملة CTR منخفض وكونفرجن ضعيف وكوست بير ليد مرتفع، اما العياده الثانيه الCTR بتاعها عالي والليدز اكتر والحجوزات اعلى. بالارقام العياده الاولى صارفه 100,000 اعلانات وبتجمع 800 ليدز والحجوزات الفعليه 40 والكوست بير بوكينج 2000 ونص. والعياده الثانيه صارفه نفس الرقم اعلانات 100,000 برضه، الليدز اللي جم 2400، الحجوزات الفعليه 210 حجز، يعني الكوست بير بوكينج عامل 476 جنيه تقريبا. شايفين الفرق؟ مع انه نفس السوق ونفس الخدمه لكن طريقه التفكير هنا مختلفه. العميل ما بيصحاش الصبح يقول انا عايز جهاز ليزر امريكي، العميل بيصحى الصبح يقول عايز اثق في نفسي، عايز شكلي يبقى احسن، عايز احس اني مرتاح. العميل مش بيشتري المنتج، العميل بيشتري نسخه افضل من نفسه. الشركات الضعيفه بتشرح المنتج، لكن الشركات الذكيه والناجحه بتشرح الحياه اللي هتكتسبها بعد المنتج. لو عندك مشروع اسال نفسك السؤال ده، انا ببيع ايه؟ ولو اجابتك كانت منتج فانت كده غالبا بتفكر غلط. وعندنا حاجات كتير امثله للمواضيع دي. عندك مثلا مطعم برجر بيقول ان ده افضل برجر، ومطعم ذكي يقول وجبه تشبعك بدون ما تنام في الشغل. مثال تاني جيم بيقول لك عندنا احدث اجهزه، وجيم تاني بيقول لك اخسر اول 5 كيلو علشان تقدر تكمل. مثال تالت شركه عقارات تقول لك تشطيب فاخر، وشركه تانيه تقول لك استثمر في منطقه سعرها بيتضاعف. الشركات الصغيره بتركز على اللي بتبيعه، لكن الشركات الكبيره بتركز عن ايه احساس العميل بعد ما يشتري المنتج. وده اول فرق بين مشروع بيبيع وشركه بتبني طلب مستمر. تاني طريقه تفكير معانا، الشركات الناجحه مش بتبيع لكل الناس. كان في مطعم هيلسي فود صاحبه مقتنع ان اي حد ممكن يكون عميل، كان بيعمل اعلانات بتقول اكل صحي، جوده ممتازه، اسعار مناسبه. والنتيجه الاعلانات غاليه والمبيعات متذبذبه، والعميل بيشتري مره ومره التانيه ما بيجيش. المشكله اللي هو كان بيتكلم الكل، ولما تكلم كل الناس انت مش هتقنع حد. ولما لقى الوضع كده بدا يحلل العملاء الحاليين، اكتشف ان افضل العملاء كانوا موظفين شركات، ناس رياضيين، وسيدات من 25 ل 40 سنه. وفجاه كل حاجه اتغيرت لما ركز على الثلاث عملاء دول. قبل التخصص CAC او الكاك بتاعته او تكلفه اكتساب العميل كانت 420، والافريج اوردر كانت 180، والريتنشن بتاع العميل كان ضعيف. بعد التخصص CAC او الكاك بقى 240، الافريج اوردر بقى 310، والاشتراكات الشهريه بقت اعلى. طب ايه اللي حصل هنا؟ رساله البيع نفسها اصبحت ادق واوضح واكثر اقناع. طريقه الاعلانات والعرض بتاعته اتغيرت، بدل ما كان بيكتب اكل صحي بقى بيكتب وجبات محسوبة السعرات للموظفين الشركات المشغولين. فرق كبير، وده درس كبير. كل ما كان العميل أوضح كل ما كان البيع أسهل. الشركات الكبيرة بتسأل مين العميل الأكثر ربحية،
ومين العميل الاسهل، ومين العميل اللي ممكن يرجع ويكرر الشراء تاني، ومين العميل اللي بيرشحنا لغيره. لان مش كل العملاء متساويين، في عملاء تزود ربحك فعلا وفي عملاء ترفع ضغطك بس. الشركات الصغيره بتبقى داخله بحماس وعايزه عدد عملاء كبير باي طريقه، لكن الشركات الذكيه بتشوف ايه العميل المناسب لطريقه شغلها. تعالوا مع بعض ندخل في طريقه التفكير الثالثه بتاعه الشركات الناجحه. الشركات الناجحه بتحسب قيمة العميل مدى الحياة. شركة موبيليات كانت بترفض تدفع ماركتنج، صاحب المشروع بيقول 5000 جنيه على العميل كتير جدا. المشكلة هو كان بيحسب الاوردر الحالي بس، مش العلاقة كاملة. العميل في المتوسط بيجيب ايه؟ مطبخ 90000 تقريبا، غرفة اطفال 55000 في المتوسط، تجديدات مثلا ب 40000. ولو رشحك لحد يعني معنى كده انت بتجيب عملاء جداد كمان لنفسك. يعني متوسط القيمة خلال 5 سنوات حوالي ربع مليون جنيه، والهامش 25%، يعني الربح 62,500 تقريبا. يعني هو كان خايف يدفع 5000 جنيه علشان يكسب 62,000 جنيه. شايفين طريقة التفكير؟ وهنا الشركات الكبيرة مش بتسأل احنا هنكسب كام من الاوردر ده، لا، لكن بتسأل كام بتساوي العلاقة اللي انا بنيتها بيني وبين العميل بتاعي. بعض الشركات بتخسر في الاول وهي قصده. ليه؟ مش لانها مغفله او مش فاهمه السوق، لا، لانها بتبص لقدام. يعني مثلا عندك شركه انترنت، الراوتر بيبقى سعره منخفض والتركيب مجاني، لانها عارفه ببساطه ان العميل هيفضل معاها لسنين قدام. اما الشركات الصغيره بتحاسب على كل بيعه منفرده، لكن الشركات الناجحه والكبيره بتفكر العلاقه اللي احنا بنيناها ازاي تستمر لاطول فتره ممكن. الفرق بين الشركات الناجحه والفاشله مش بس راس المال او السيوله ولا جوده المنتج، الفرق الحقيقي هنا بيكون في طريقه التفكير نفسها. لان الشركه اللي بتفهم العميل وسلوكه والقيمه بتاعته والعلاقه اللي بنيناها سوا هيبيع دايما حتى لو السوق زحمه. لو عندك مشروع، هل انت فعلا فاهم ليه العميل بيشتري منك ولا انت بتحاول تبيعه وخلاص؟ لو انت مشروعك بيبيع فعلا هتبص على حجم المبيعات ولا على السيوله اللي موجوده عندك في الدرج. وده هيكون موضوع حلقتنا الجايه باذن الله. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.